المغرب يفوز على الكاميرون ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إفريقيا، وربما نلعب مع المغرب، وخوف كبير أن يقصى منتخبنا الجزائري أمام المغرب، لأن المنتخب المغربي أصبح المرشح الأقوى للتتويج بلقب كأس إفريقيا. منتخب مغربي عنده أسماء قوية، ولكن التحكيم هو اللي أخذ اللقطة في هذه الدورة. أظن أنه مباراة صعبة، ولكن أرشح بنسبة ضئيلة جدا المنتخب المغربي، كون أنه المنتخب الجزائري سيتأهل إن شاء الله لدور نصف النهائي، وإحنا كجزائريين نحبوا صعوبة المأمورية باش نقدروا نحققوا أفضل النتائج. تشجيع المنتخب الكاميرون قلبا وقالبا إن شاء الله ويجوز، سنرد لهم صاعين. نشجع الكاميرون، نكون صريح معاك، وحنا نشجعوا بشغف، نشجع المنتخب الكاميروني ان شاء الله. المنتخب الكاميروني يتأهل الى نصف النهائي بالاداء والنتيجه، وان شاء الله الكاميرون يتأهلوا باش المنتخب الوطني اذا كتب ربي ان شاء الله حنا ثاني نتأهلوا امام نيجيريا، ونتلاقاو ان شاء الله في نصف النهائي ونصفيوها. انت الكلام اللي هضرت عليه هما فازوا علينا في المنتخب الكاميروني. خويا نازم ماشي شجعته اليوم فقط، ولا انا الكاميرون منتخب كما يقولوا عريق، اللي يشفى الروجيميلا ويشفى المبوما ويشفى اللاعبين هذو السونغ وكذا، عندهم اللاعبين صامويل ايتو بارك الله فيك اللي راهو رئيس الاتحاد الكاميروني، وتجمعنا علاقه طيبه مع بين الاتحاديات الجزائرية والكاميرونية. هذه كلها نصنفوها في خانة إن شاء الله تشجيع المنتخب الكاميرون قلبا وقالبا إن شاء الله ويجوز، وكما هما يشجعوا في المنتخبات الإفريقية الأخرى سنرد لهم صاعين، وإحنا ما عندناش مشكل، من هما يجوزوا للنصف النهائي احنا نلعبوا معاهم إن شاء الله، نكونوا في نهارنا برك أمام نيجيريا، ولكل مقام مقام. المنتخب الكاميروني أكثر هيبة وأكثر قوة، ودخل مباشرة في صلب الموضوع. اليوم شاهدناه يسجل، يسيطر، يعرف متى يضرب، متى يتقدم، متى يتراجع ليدافع. بصراحة المنتخب الكاميروني أصبح منتخبا مرشحا للفوز بالكأس. لاعبون شبان جدد متعطشون متحمسون للانتصار. الكاميرون المغرب، كيف ترى هذه المواجهة؟ وعرفنا أكثر على نجوم المنتخب الكاميروني. مواجهة صعبة محمد، نعم. قبل قليل أنه ما قدمه المنتخب المغربي وما قدمه المنتخب الكاميروني لما توازن من منطق القوة. الكاميرون يمونت ان بويسونس، يعني من ثلاث مقابلات جراهم في الدور الأول إلى هذه المقابلة تاع اليوم صراحة بهراني. فهي منتخب قوي جدا، رغم كان عنده شوية مشاكل في وسط الدفاع، ولكن البقية كلهم. صدمة كبيرة وكارثية لإعلاميين الجزائر يا صديقي العزيز. القبض على إعلاميين جزائريين بعد إهانتهم للمنتخب المغربي وللملك محمد السادس جلالة الملك المعظم المبجل يا صديقي العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو جديد بعد مباراة كارثية، مباراة كبيرة جدا 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 يا صديقي العزيز، مباراة عظمى لمنتخبنا الغالي، منتخب المملكة المغربية الشريفة، منتخب المغرب العريق، منتخبنا الغالي، منتخبنا اللي عمل مباراة قوية جدا جدا النهاردة، منتخبنا اللي أثبت للكل إن المغرب صامدة، إن المغرب تقدر تعمل المستحيل، إن المغرب هتفوز على أي فريق يا صديقي العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. افتتاحيات المباراة النهاردة كانت جميلة، قوة واستحواذ لمنتخب المغرب، أداء وفوز وتسجيل للأهداف احترافي. إن احنا نفوز بهدفين مقابل لا شيء، ده رقم خلى الكارهين والحاقدين يغلوا علينا، خلى الناس اللي بتحقد علينا يا صديقي العزيز مش مصدقة إن دي المغرب بقى مرعب بالنسبة لهم. النهاردة نشوف إعلاميين الجزائر طالعين بيكذبوا، طالعين بيتكلموا بيقولوا إن المنتخب المغربي فاز النهارده بالغش. المنتخب المغربي فاز بالغش، المنتخب المغربي فاز بالتحكيم،
فاز بالتحكيم. هو الحكام اللي ساعدت المنتخب المغربي ان هو يفوز النهارده يا صديقي العزيز. نشوف الاعلام الجزائري الحاقد الكاره مش مصدقين ومش عايزين يشوفوا المغرب يفوز، مش عايزين المغرب يظهر، مش عايزين المغرب يبقى له كيان ولا شخصية. طيب ليه الكره ده كله؟ ليه الكره مع ان المغرب محبوب من كل العالم كله؟ المغرب يا صديقي العزيز محبوب من العالم كله، ولكن نعمل ايه في الحاقدين والكارهين لينا؟ النهارده بيثيروا الاشاعات ويثيروا الفتنة النهارده القبض على الاعلاميين مؤثرين بيثيروا الفتنة ويطالبوا الجمهور الجزائري بالتعدي على جمهور المغرب داخل دولة المغرب. انت في بلدي وجاي تتعدى عليا؟ صاحبي وحبيبي، قبل ما نخش في تفاصيل اكتر خلينا متفقين ان لكل ملعب اسطورة، وانتم هنا اساطير كرة القدم. اشترك في القناة اسطورة وانضم لعيلة الاساطير، العيلة اللي هتكبر بيك كمان وكمان. المغرب اسطورة في كل حاجة، مش في كرة القدم بس. عايز تتعلم اي حاجة في اي مجال مهما كان المجال ده ايه، روح للمغرب وهم هيعلموك الصح، هيعلموك بالظبط. المغرب دولة داخل دولة. المملكة المغربية ربنا نصرها النهاردة وخلى الفوز هيكون فوز قوي وكاسر عيون الكل يا صديقي العزيز. ورغم كيد وكره الحاقدين يشاء الله وما أشاء الله كان فوز كبير مبارك لينا. والقبض النهاردة على الإعلاميين الجزائريين الحاقدين على المنتخب المغربي يا صديقي العزيز كانت ضربة موجعة، والله كانت ضربة موجعة فعلا يا صديقي العزيز للكارهين دول، للناس اللي بتحقد علينا. كانت ضربة موجعة وضربة قاسية ليهم حرفيا، علشان أثاروا الفتنة. بتصير الفتنة داخل بلدي، تثير الفتنة وتحاول بكل قوة ان انت تعمل مشاكل بين الجزائر وبين المغرب يا صديقي العزيز. لما انا الاقي واحد اعلامي بيطلع بيقول لك ايه، كلنا النهارده هنطلع ونتخانق، كلنا النهارده هنطلع نضرب فيهم، كلنا النهارده هنطلع نمسك في جمهور المغرب. تمسك في مين يا حبيبي؟ وانت فاكر ان الشرطة المغربية نايمة؟ وانت فاكر ان الشرطة المغربية مش شايفة شغلها؟ هو انت فاكر ان بسهولة كده تقدر تروح تثير فتنة وتعمل مشكلة وكمان عايز ناس تتعدى على جماهير مغربية داخل بلدهم؟ لا ده جنان يا صديقي العزيز. انهيار وجنون الاعلام الجزائري النهارده كان كارثي يا صديقي. فما تنساش تصلي على النبي علشان بالصلاة على النبي قلبك يطيب. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واشترك في القناة واضرب لايك جميل. يلا سلام.